السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، حبيب قلبي، زي ما شايفين هنعمل صلصة طماطم مع بعض إن شاء الله. بس الأول هنغسل معايا 4 كيلو كوسة، هنغسلهم كويس إن شاء الله. دول بأمر الله هنعملهم محشي. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. خليكي معايا لآخر الفيديو. طريقة الصلصة جميلة ما شاء الله، هتعجبك خالص. يعني هنوريك ازاي تعملي الصلصة يعني بتكتها وبكل حاجة حلوة فيها ما شاء الله. وقوام الصلصة جميل ما شاء الله. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. هنا طبعا هننزل بالطماطم في الحوض. انا غسله الحوض كويس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دول 10 كيلو طماطم يا حبايبي. زي ما انتم شايفين طماطم كلها سليمة وجميلة ما شاء الله، وطماطم حمرا وجميل. الكيلو ب5 جنيه على فكرة، مش غالية. هنا طبعا هنغسلها ونشيل بس الجعم بتاعها بالراحة كده، او الورقة الخضراء اللي فيها. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. طماطم فيها صغيرة وفيها كبيرة ويعني وفيها بعد طماطمية صفرة كده، بس جميلة ما شاء الله. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا بعد ما غسلت كمية الطماطم، زي ما انتم شايفين الطماطم جميلة ما شاء الله، حمرا وجميلة وسليمة ما فيهاش اي حاجة خالص. كيلو من الطماطم من دي يا حبايبي الكيلو ب5 جنيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا هنا هنقسمه بس الطماطمية 2 بس كده، وهنحطها على النار ومش هنحط عليها مية ولا اي حاجة خالص. هي بتنزل ميتها. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني كمية الطماطم دي تكفيني بأمر الله فترة طويلة، تعملي منها كل حاجة انت عايزاها. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. ولو في طماطمية صغيرة خالص ما بنقطعهاش ولا حاجة، بس بنكسب الطماطمية الكبيرة 2 كده. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا كمية الطماطم بعد ما قطعتها معايا. هنا طبعا بنجرية كبيرة. البنجر يا جماعة جميل ما شاء الله، بيخلي الطماطم حمرا وجميلة. وغير كده كمان يعني البنجر فيه حديد وحلو يعني ومفيد. طبعا هنبشر البنجر كده، كان عندي في الفريزر. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. معلش يا حبيبي في حتت في الفيديو انا مسرعاها علشان خاطر وقت الفيديو، وعلشان الناس يعني تشاهد. الناس بتزهق صراحة. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا جربي بس صلصة كده وضيفي على بنجر ما شاء الله، بتكون جميلة وزي الفل. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. وحاولي تدخلي البنجر في الاكل في السلطة عشان الاطفال وكده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. حبيتش نقطع حاجة من الفيديو خالص، انا سرحت الفيديو علشان يكون معكم خطوة بخطوة كده. يعني الطماطم ما بنضيفش عليها مية، بس انا كنت بشطف بس حبيبي يا رسول الله مكان المبشرة بس. هنا طبعا ده لون الفول، فول مدمس. دي اللون اللي الراجل بيحطه على الفول.
ضفت يعني هنا ربع معلقة وهنا ربع معلقة، ما تكتريش اكتر من كده. بجد بتكون جميلة وتخليلك الطماطم ما شاء الله ما شاء الله زي الفل. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا شايفين الطماطم اول ما غليت معايا نزلت مية ازاي، بس المية دي صراحة انا ما بنستغناش عنها، ومش يعني بنصفيها ولا حاجة، لا انا عايزاها هنسيبها لما المية تنشف شوية، وهنعوز برضو مية على الصلصة شوية عشان خاطر ايه لما نضربها في الخلاط ما ايه الخلاط ما يتحركش معايا. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. شايفين يا حبايبي مية الطماطم حمرا ازاي وجميلة ما شاء الله زي الفل. طريقة جميلة واعتمديها. والطماطم صلصة الطماطم بتكون مسكرة وجميلة ما شاء الله. هنا شايفين بعد الطماطم مستوت انا طبعا هنضربها في الخلاط وهي سخنة كده على طول، مش هنسيبها تبرد عشان هي كمية، ولو بردت معايا انا لسه هنحطها على النار شوية كمان، لو بردت معايا هتحيرني يعني هتاخد وقت عبال ما تغلي تاني. انا كده في ثواني. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا شايفين الطماطم في الخلاط قوامها شكله ايه، وضايفة عليها يعني مية من مية الطماطم وحمرة وجميلة ازاي ما شاء الله ما شاء الله. طريقة جميلة واعتمديها مش هتندمي والله، طريقة حلوة خالص. حبيبي يا رسول الله شايفين قوام الطماطم ما شاء الله. انا هنا طبعا هنصفي بس الايه البذر وكده وقشر الطماطم. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. انا بنضرب ضربة واحدة بس في الخلاط يعني مش هي طيبة ما بنطولش. حبيبي يا رسول الله معلش بقى على البخار عشان انا عايزة نضرب الطماطم وهي سخنة كده عشان هنضيفها على النار تاني. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله الطماطم والله العظيم القوام بتاعها جميل جميل ما شاء الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين انا هنضيفها في الحلة الكبيرة ديت، دول 10 كيلو طماطم صفوا معايا طماطم قد ايه ما شاء الله. هنا طبعا هنضيفها على النار، والسر طبعا في ايه في كوباية السكر الصغيرة دي. ليه بقى هنكرملها ما شاء الله هتكون زي صلصة المحلات بالظبط، مش هتفرق عنها اي حاجة خالص. هي السر بس في ايه انك تكرملي السكر كده وتضيفيه عليه. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. في ناس بتضيف السكر عليها كده حبيبات زي ما هو، لا كرمليه وانزلي بيه على الصلصة صدقيني مش هتعملي منها اي حاجة خالص يعني غير وتستطعمي بطعمها. هي جميلة ما شاء الله. انا مش عارفة انا اوصفلك يعني بتكون حلوة ازاي زي احلى من بتاعت المحلات. حبيبي يا رسول الله. هنا طبعا السكر معايا طبعا بيدوب خالص ما تخافيش، مش هيحب منك ولا حاجة. على نار هادية خالص وكرملي السكر زي ما شايفين يا حبيبي، بس طبعا ايه بالراحة، ولو حواليك اطفال وبالراحة برضو عشان ايه ايديكي ما تنحرقش يعني فضي كده وخليكي بعيد. هنا طبعا الصلصة سخنة ونزلت بالسكر متكرمل. السكر هيدوب معايا على طول مش محتاج يعني كلام، مش هيمسك في بعضه ولا حاجة. شايفين قوام الصلصة ما شاء الله. هنسيبها زي ربع ساعة على النار هادية خالص. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ربنا يحسن ما بين ايديا ويحسن ما بين ايديكم يا حبايبي يا رب العالمين. شايفين هنا قوام الصلصة ولونها ما شاء الله،
وقوامها جميل خالص. طبعا انا مش هنعبي الصلصة دلوقتي، ان شاء الله هنعبيها بكرة الصبح لما تبرد خالص، عشان ما تنفعش تدخل الفريزر كده. شايفين كمية الصلصة ما شاء الله زي ما شايفين كده. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تصلوا على حبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام.